خروج الهلال بالمؤامرة كما ذكر الإعلام المصري أحمد صلاح عن طريق قناة FM بأن خروج الهلال مؤامرة من مسؤولي الفيفا ومن بعض شركات الرعاة ومن شركات المراهنة بسبب خروج المان سيتي من البطولة، مما سبب خسارة كبيرة على البطولة، وأنهم أصروا أن الهلال تكون آخر مباراة له ضد الفريق البرازيلي. حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا لما نشوف لعيبتنا وهم محترفين يطلعون ويتكلمون عن الحكم، سواء بونو سواء كوليبالي سواء كل اللعيبة اللي طلعوا وخرجوا عن الصمت، هذا يدل ان في شيء داخل الملعب ما ظهر لنا كجمهور او كمشجعين للهلال. والرجال يقول على مسؤوليتي ولدي دلائل. هذا الأمر خطير جدا، بطولات عالمية يحدث به ما يحدث به للهلال، فأتمنى أن يتم إنصاف الهلال والرجوع إلى هذا الكلام الخطير جدا جدا جدا. أمريكا بيوصل القرعة عن الأندية بعد 3 بوينتات. الموضوع اللي حصل كله ان الثلاث بوينتات دول ان كان في اجتماع قبل بعد مباراه الهلال ومانشستر سيتي بعد فوز الهلال. كان الاجتماع مع إيفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، كان مع الشركات الراعيه، كان كمان مع الاعلانات اللي موجوده في كاس العالم للانديه، واتكلموا ان موضوع ان فوز الهلال على مانشستر سيتي اللي هو كان مرشح الاول المفروض مع ريال مدريد للبطوله، ان الموضوع ده هيأثر بشكل كبير جدا على الاعلانات على الرعايه. وايضا كمان شركات المراهنات برضه كانت داخله في الموضوع ان هي كانت مستاءه جدا من فوز الهلال، لان كانت مراهنه الاغلبيه المراهنين مفروض على فوز مانشستر سيتي على الهلال، فدي عمل لهم ازمه كبيره جدا ومشكله كبيره جدا في الشركه موجوده. وفي شركه عربيه كمان داخله في موضوع الرعايه وموضوع المراهنات، كانت مستاءه جدا ايضا من فوز الهلال على مانشستر سيتي. قبل مباراه اليومين بالظبط كان في اجتماع بين المسؤولين في الاتحاد الدولي، بس ما كانش إيفانتينو ما كانش موجود في الاجتماع، وكان شركات الراعي والاعلانات وحكم المباراه مباراه امس وحكم الفار، واتكلموا ان مباراه فلومينسي هي المباراه النهائيه للهلال، لابد من خروج الهلال. اهلا وسهلا، صبحكم الله بالخير جميعا. مثل ما سمعتوا كلام الاعلامي المصري، والله العظيم شيء خطير وقوي صراحه اللي قاعد يحصل. عشان الهلال طلع السيتي تخرجون بصافرة ظالمة، يعني والله ما أدري وش أقول غير أن اللي أقوله يا هلاليين ارفعوا رؤوسكم، هلالكم فخر، هلالكم شرف المملكة وشرف آسيا وشرف العرب، مثل المملكة خير تمثيل. شكرا لهذا الهلال. إصابات، إرهاق، بدون تعاقدات، في أشياء موقفة النادي، الله العالم. أهم الركائز الأساسية مترو وسالم تنبكتي ما لعبوا. طلع السيتي تتأهل ربع النهائي وتخرج بصافرة ظالمة، أنت هنا عظيم. شكرا للهلال، شكرا للكبير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية للفشلة النصراويين والاتحادين، البعض وليس الكل. صراحة تعال عزيز النصراوي، أنت من عام 2000، هل تعلم أن أنت من عام 2000 إلى 2025 حققت فقط 6 بطولات؟ ارجع للتاريخ وتشوف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل تعلم عزيز النصراوي أن من تأسست إلى يومك هذا ما حققت دوري أبطال آسيا؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هل تعلم من يوم جاك الدعم الحين لك هذا الموسم الخامس تقريبا، موسم صفري، أو أنك حققت فيه بطولة؟ الله العالم. هل تعلم عزيز النصراوي أن معاك أفضل لاعب في العالم هذا الموسم الثالث أو الرابع على التوالي اللي هو كريستيانو رونالدو، ما حققت شيء؟ هذا الفشل على أصوله. هل تعلم عزيز الاتحادي اللي مسوي طالع منها لك 20 سنة تفحط ما جبت دوري أبطال آسيا؟ هل تعلم يا اتحادي أن الهلال هزمك في موسم 8 مرات؟ عن أي فشل تتكلمون؟ عن أي فشل؟ جاوبني، عن أي فشل؟ ما عندكم جواب، لأن الأرقام ما تتكلم إلا بلغة الهلال فقط.
وللهلاليين. هل تعلم عزيز الاتحادي وهل تعلم عزيز النصراوي أن الأهلي في أسوأ موسم هبط إلى يلو الموسم اللي بعد حقق دوري أبطال آسيا للنخبة وحيشارك كأس القارات وكأس العالم؟ ما تعترفون بهذا الشيء. عموما ارفعوا رؤوسكم يا هلاليين، مثل ما قلت من بعد اليوم لا تناقشون أحد، لا تناقشون لا النصراوي ولا الاتحاد. أي شيء يقولوا لكم قولوا إيه طيب، سلكوا لهم. فريقكم عظيم، أجل يطقطقون علي عشاني ما تأهلت نصف نهائي كأس العالم، هذا شيء فخر يلي ما تدرون عنه. سلام. عاجل ورسمي يا جماعة الخير إيقاف هذا الحكم اللي دار مباراة الهلال. إيش الفايدة الإيقاف؟ بعد ما أسقطت الهلال، بعد ما أسقطت ممثل الوطن. إيش رأيكم يا جماعة الخير؟ بعد إيش يا جماعة الخير؟ بعد ما غادر الهلال البطولة إيقاف الحكم؟ إيش هذا؟ هو يا جماعة الخير، لا تنسوا المتابعة واللايك والكومنت والشير، وأشوفكم على خير. بعد ايش عقب ما ارتفع ضغط الهلاليين اقسم بالله انها وكلنا تنرفزنا وكلنا والله مرة محروقين. الله يحرق قلبك يا رب يا كلبي الخسيس. الله لا يوفق ذا الحق. هذا نيشيمورا 2 والله، ذاك بعيون صغار، ذاك ابو صنادح. يعني قايل لكم اي واحد اقرع مصندح عيونه صغار لا تشرح عليه. ادري انه والله انه في لفه وملحوس ومصقوع في عقله، لكن الله لا يوفقه. وان شاء الله نشوفكم في التابوت حق جوته ان شاء الله. كلب. مالكم يقول لا يمكنني أن أرسل القبلات لابني لأن الشعب السعودي سيهاجمني. إيش بهذا الجنن؟ مالكم يرد على المقطع المتداول له للسب اللي طلع، ما أقدر أقول الكلمة من قوتها. مالكم يقول شتمته لأنني إخراج الهلال من البطولة كان مخطط. نعم يا جماعة الخير، إعلامي مصري اسمه أحمد صلاح عبر FM يقول هذه معلومة أنا أتحمل مسؤوليتها، أن إخراج الهلال كان مخطط عشان يطلع من بطولة كأس العالم بعد الخسائر اللي حققها بعد فوز الهلال على السيتي. ويقول يجب الهلال لا يستمر بالبطولة بسبب أن حضور جمهور الهلال أقل وما يدخل مدخول كويس للفيفا. بصراحة غريب أحمد صلاح، أنا ما أعرف هذا الإعلامي بصراحة، لكن يتكلم هذا الكلام يقدر الفيفا يقاضيه بصراحة على هذا الكلام. إعلامي وتقول هذا الكلام عبر FM وتقول مخطط إخراج الهلال. بصراحة صدمة لو صار هذا الخبر صحيح، إن كيف تطلع نادي بسبب خسائر مالية ومن بسبب الدخل والمدخول اللي يدخل للفيفا. ننتظر الأخبار القادمة وتوضيح من الفيفا أو محاسبة الإعلامي. بصراحة لو صار الكلام صحيح الهلال ما يستحق الخروج، وبكل أمانة يعتبر مظلوم بهذه البطولة. على العموم تعال برنامج الأصفر بنزل لكم المقطع إذا حصلته، بنزله لكم هناك وبشكل واضح ونشوف الكلام بشكل كامل. حياكم الله، اسمي بالعربي بس بتحصلون هناك. سلام. يا عيال تخيلوا الكلام ذا حقيقي. الإعلامي المصري أحمد صلاح عبر UFM في كلام قوي جدا. أقول هذه المعلومة وأتحمل مسؤوليتها ولدي الدلائل. ركز إنه لدي الدلائل. حدث اجتماع بين شركات الرعايات والإعلانات مع مسؤولين الفيفا وحكام مباراة فلومينينسي والهلال وشركات المراهنات من أجل إخراج الهلال من البطولة، وذلك بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها من خسارة مان سيتي وخروجه من البطولة، لأنه الهلال هو اللي خرج مان سيتي، فالشركات والرعايات والإعلانات والبطولة كلها خسرت بسبب خروج المان سيتي وخروجها المبكر من القمم المتبقية من هذه البطولة. طيب حتى لو خلاص خسروا طلعوا، والهلال الآن أقوى وشعبيته أعتقد أكبر من فلومينينسي حتى. طب ليه؟ طب تخيل معي عزيزي الهلالي إنه هذا الكلام يطلع من جد، وهذا من جد عنده دلائل يقول لك، وبعد شوية نلاقي الدلائل دي موجودة من جد ويطلع كلامه حقيقي. قلت لكم يا قبل 3 أيام إنه شركات المراهنات مو من مصلحتها إنه يتأهل الهلال إلى دوري نصف النهائي، وستفعل المستحيل لإخراجه من البطولة. الإعلامي المصري أحمد صلاح، هنالك اجتماع بين شركات الراعية والإعلانات مع مسؤولي الفيفا وحكام اللقاء وشركات المراهنات لإخراج الهلال من البطولة بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها من خسارة مان سيتي وخروجه من البطولة، ويجب أن لا يستمر الهلال في البطولة. وهذا دليل فاضح
لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعلن عن إيقاف حكم مباراة الهلال السعودي وفلومينسي البرازيلي وعدم تعيينه لقيادة مباريات قادمة خلال هذا المونديال. الهلال أقسم بالله العظيم لولا التحكيم لكان الآن في نصف النهائي وبالنهائي أصلا. يا ابويا عاجل يا ابويا، كلام متداول وكلام يثير الجدل يا ابويا الاعلام المصري يا ابويا، الاعلام المصري احمد صلاح عبر UFM يا ابويا. احمد صلاح يقول في كلام قوي جدا، اقول هذه المعلومة واتحمل مسؤوليتها ولدي الدلائل يا شباب. في اجتماع حدث بين الشركات الراعية والاعلانات مع مسؤولي الفيفا والحكام في مباراة فلومينسي وشركات المراهنات من أجل إخراج الهلال بالبطولة يا شباب، وذلك بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضوها لها من خسائر مان سيتي وخروجه من البطولة يا ابويا. يعني يا ابويا هناك مؤامرة وتخطيط إخراج الهلال من البطولة يا شباب، من بطولة كأس العالم للأندية يا ابويا، لأنهم يا ابويا راهنوا مراهنة أن السيتي بيفوز على الهلال يا ابويا، وفجأة الهلال فاز على السيتي وصدم العالم الهلال أن الهلال فاز على السيتي يا ابويا. وبشكل عام الشركات والمراهنات ذي أفلست 180 درجة. علشان كذا هم اتفقوا اتفاق خسارة الهلال من نادي فلومينسي. يعني كذا يا ابويا نقول الهلال انظلم بالبطولة كأس العالم للأندية يا ابويا، انظلم ظلم يا شباب الهلال بالبطولة كأس العالم للأندية يا ابويا. في كلام يثير الجدل فقط، الإعلام المصري أحمد صلاح عبر برنامج UFM يقول بأنه يملك الدلائل بأن الفيفا اجتمع مع الرعاة قبل مباراة الهلال والفلومينسي واتفقوا على إخراج الهلال بسبب أن الهلال أخرج مانشستر سيتي وأفقد البطولة الكثير من جماهيريتها والخسارة في الكثير من المراهنات والكثير من التفاصيل. مساكم الله بالخير يا إخوان تشوفون يشوفه ولا لا؟ يا ساتر، تخيلوا هلاليين صدق، تخيلوا الخبر هذا صحيح. المشكلة أحمد صلاح يقول عنده أدلة، بعد يقول عندي دلائل. يعني الرجال واثق بكلام، يعني ما راح يهبد في السوشيال ميديا عبث. الرجال واثق، يقول عشان أطلع الهلال مان سيتي من البطولة خسرت الشركات، خسرت الرعاة الموجودين، خسروا المبالغ اللي حاطين البطولة. طيب خسر خلاص، ايش تبي بعد؟ خسر طلع، ليه تحط في فلومينسي انه هو اللي بيعوض؟ والله العظيم لو انه صار الكلام هذا وانه صحيح وان يعني اثبتوا، مشكلة كبيرة بتحصل على المان سيتي وفلومينسي، مشكلة كبيرة وعار على حكام الفيفا. صح اني ما بغيت الهلال انه يكمل في البطولة ولا ابيه يوصل للنهائي، لان تخبرون جماهير الهلال وصجتهم، لكن الظلم ما حد يرضى فيه، حتى لو على عدوه. لكن يا ساتر لو طلع صدق الربع، يا ساتر.